أيها المؤمنون، بعد أن علمنا فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وثمراتها وفوائدها، فإنه ينبغي على العبد ألا يتركها ولا يغفل عنها لحظة. وقد جاءت النصوص النبوية تحذر من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم ثم تفرقوا في غير ذكر الله تبارك وتعالى وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على أنتن جيفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله تبارك وتعالى فيه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على المعرض على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالبخيل. قال علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ألا فلنكثر من الصلاة على صاحب الذكرى العطرة في كل وقت وفي كل حين لنفوز بشفاعته والقرب منه يوم القيامة. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة 10 ويسكنه في الجنان مقيما. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.